السلام عليكم. النهارده جاي اتكلم عن اكبر خطأ بيقع فيه المبتدئين من ضمن اخطاء كتيره جدا، بس الخطأ ده خطأ قوي جدا. مش المبتدئين بس اللي بيقعوا فيه، لا بالعكس، ده بيقع فيه كمان لعيبه ليها فتره في المجال الرياضي. الغلط ده هيدمرك حرفيا ومش هيخليك تعمل انجازات في مدى قريب، لا بالعكس هيخليك تعمل حاجه ممكن تعملها في شهور تعملها في سنين. الحاجه دي انك بتروح تتمرن تمرينتك كل اسبوع، مش بتحقق حاجه اسمها بروجريسيف اوفرلود او التدرج في الاحمال التدريبيه. بمعنى انك بتروح تتمرن مثلا النهارده اتمرنت عضله الشيست البنش، بتروح بقى لا بتكون فاكر مثلا ولا بتسجل اتمرنت كام عده ولا اتمرنت بوزن كام ولا اتمرنت كام مجموعه. لا، رحت النهارده مثلا اتمرنت بنش، ما تعرفش شلت قد ايه ولا اي حاجه، جيت الاسبوع اللي بعديه دخلت برضو ولا عرفت اتمرنت بكام كيلو ولا لعبت باي حاجه. ده اكبر غلط. انت المفروض تعمل تدرج في الاحمال التدريبيه. التدرج في الاحمال التدريبيه بيتكون من 3 حاجات، هي الاوزان اللي انت بتتمرن بيها والمجموعات والعدات لكل مجموعه. بمعنى ان كل اسبوع لازم تزود في حاجه من ال3 حاجات اللي قلت عليها في كل تمرين. يا اما تزود في الاوزان، تزود في العدات، تزود في المجموعات. طيب انا دلوقتي مثلا لعبت بنش، تمرين بنش بريس ب 80 كيلو، جيت الاسبوع اللي جاي ما قدرتش اكسر 80 كيلو، مش مهم، ازود العدات. لعبت 10 عدات حتى الفشل العضلي اخليهم 11 عده. ما قدرتش اجيب اكتر من 10 عدات، ما قدرتش خالص، احاول ازود مجموعه. ما قدرتش ازود مجموعه، ازود التكنيك. بالتكنيك اللي هو ايه؟ انا مثلا طلعت بالبار في عده واحده ونزلت في عدتين، الاسبوع اللي جاي انزل في 3 عدات استفاد بالعده او استفاد بالعده السلبيه. يعني مثلا طلعت في عده، بدل انزل في عدتين كده بالراحه، لا انزل في 3 عدات. يعني طلعت بالوزن انزل 1 2 3، كده انا استفدت بالعده السلبيه. هتلاقي وقت التمرين مثلا لو لعبت 10 عدات في 20 30 ثانيه مثلا بيبقوا حوالي 35 40 ثانيه، فانا كده قدرت استفاد وقدرت اعمل عدات جوه العدات. الحاجه دي يا جماعه لازم نعملها عشان خاطر تقدر توصل لمستوى قوي. انت دلوقتي مثلا رحت كل يوم بتلعب بنفس العدات، بتلعب بنفس الاوزان، انت كده مش مدي سبب لعضلاتك انها تكبر. عضلاتك هتكبر ليه؟ عضلاتك هتكبر لو انت حطيتها تحت ضغط. كل اسبوع بتزود في حاجه معينه. لعبت مثلا تمرينة السوبر، لعبت مثلا تمرين بنش بريس، تروح عامل بعديها تمرين السوبر تاني. تعمل اي حاجه عشان مختلف عن الاسبوع اللي بعديه اللي قبليه، عشان خاطر العضله تبدا تتفاجئ وتبدا تكبر وتكون تحت ضغط شديد. طب اعمل حاجه دي ازاي؟ ممكن تكتبها في تليفونك، تكتبها في ورقه، تكتبها في اي حاجه. الاسبوع مثلا ده لعبت مثلا بوزن 20 كيلو تكرار 10 عدات، تمام. تيجي بقى الاسبوع اللي جاي تحاول تكسر ال 20 كيلو دي، ما قدرتش في اخر مجموعه مثلا تحاول تكسر 10 عدات تخليهم 11 12 عده، وهكذا. يا اما تزود مجموعه زي ما قلت لك في الاول. كده خلصت حلقه النهارده، اتمنى الحلقه عجبتك تكون عملت لايك للفيديو وتنزل حالا تعمل اشتراك في القناه، وخليك دايما جامد.